شهدت المملكة المغربية خلال الأيام القليلة الماضية افتتاح وتدشين عدد من الشركات بمناطق مختلفة، من بينها المجموعة اليابانية يازاكي التي افتتحت مصنعها الثاني بالقنيطرة والرابع لها بالمغرب يوم الأربعاء 28 شتنبر من الشهر الماضي، والذي يبلغ إجمالي الاستثمار بهذا المصنع نحو 333 مليون درهم، كما أنه يوظف حوالي 3300 عامل. يازاكي واحدة من الشركات الرائدة في عالم مجال تصنيع وتوريد المعدات الكهربائية والإلكترونية لصناعة السيارات. الجزائر قوة ضاربة. هشام بن لهوان شاب في مقتبل العمر دخل عالم الاستثمار والتصنيع بعد اكتسابه خبرة طويلة، خبرة نجمت عن عمله مع